الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا جميعا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقى الله راضيا عنا. إننا على أبواب شهر رمضان، شهر الخير والبركة، وبهذه المناسبة الجليلة أذكر بأخطاء شائعة في شهر رمضان. الخطأ الأول أن كثيرا من الناس لا يستشعر أهمية هذا الشهر. إن هذا الشهر ليس شهر أكل وشرب، وليس شهر أنس واجتماع، وليس شهر سهر وقيل وقال، بل هو شهر الخيرات وشهر البركات وشهر مضاعفة الأجور. ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف أن بعض السلف كان قبل رمضان ب6 أشهر يدعو الله أن يبلغه رمضان، ثم يدعو الله بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منه. الله أكبر، يا لله، لماذا السلف يفعلون مثل هذا إلا لعلمهم بعظيم درجته وكبير ثوابه وجزيل عطائه سبحانه وتعالى. فهذا شهر الخير والبركات، ويكفي أن تعلم أن الله اختصه من بين الشهور بأن أوجب صيامه، وأن تعلم أن الله اختصه من بين الشهور بأن أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأن الله اختص من بين الشهور باستحباب القيام الجماعي، إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة في هذا الشهر الكريم، شهر الخير والبركات، وأن فيه ليلة خير من 1000 شهر. نسأل الله أن يبلغنا على خير حال وهو أرحم الراحمين. لذا تكاثرت كلمات السلف في بيان فضله. روى ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود أنه قال: سيد الشهور رمضان. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي بكر بن مريم أنه قال كان مشيختنا يقولون: إذا جاء رمضان جاء المطهر، أي للذنوب. وكانوا يقولون: تسبيحة في رمضان تفضل 1000 تسبيحة في غير رمضان. وكانوا يقولون: أبسطوا في رمضان بالنفقة، فإن النفقة في رمضان تعدل النفقة في سبيل الله. وروى الترمذي عن الزهري أنه قال: تسبيحة في رمضان تعدل 1000 تسبيحة في غير رمضان. الله أكبر، نسأل الله الكريم من فضله. فمن الأخطاء ألا نستشعر فضله، ألا نستشعر عظيم الأجر الذي من الله به في هذا الشهر المبارك، شهر الخير والبركات، شهر رمضان. الخطأ الثاني ألا نتعلم أحكام الصيام. فما أكثر الناس يصوم كما يصوم آباؤه وأجداده، يصوم كما يصوم أهل حيه، يصوم كما يصوم جيرانه، لا يصوم على بينة وبرهان، لا يصوم بعلم شرعي. ونحن مطالبون ألا نتعبد الله إلا بدليل شرعي أو بسؤال أهل العلم والمعرفة. فمن كان عاميا فيسأل أهل العلم والمعرفة، لا يقلد من حوله. ومن كان صاحب علم فلينظر في الدليل الشرعي حتى يكون على بصيرة. فلنتعبد بعلم شرعي. واعلموا أن من تعبد رمضان وغير رمضان بعلم شرعي فهو أكثر أجرا ممن ليس كذلك. لذا ما أكثر الأسئلة في رمضان يقعون في مفسدات. منهم من يجامع زوجته، منهم من يباشرها فينزل، منهم من يباشرها فيمذي، منهم من يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا، وأشياء كثيرة. والسبب أو من الأسباب أنهم لم يتعلموا، فتعلموا، تفقهوا، فأنتم مطالبون بالتفقه. روى البخاري ومسلم عن معاوية بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله الكريم من فضله. فتعلموا الأحكام، والأمر ميسور. إن كنت تحب القراءة فهناك فتاوى وكلمات لشيخنا العلامة عبد العزيز بن باز وشيخ العلامة محمد صالح العثيمين رحمه الله رحمة واسعة. وإن كنت تحب السماع قلب اليوتيوب، فإن فيه كلمات وتوجيهات لهؤلاء العلماء ولأمثالهم كالعلامة صالح الفوزان
وأمثال من علماء الموثوقين، فاسمعوا لهم وتبصروا وكونوا على بينة وعلى بصيرة حتى تعبدوا الله على ما يريد الله لا على ما ألفت عليه المجتمع. الخطأ الثالث: كثير من الناس يمسك على المفطرات، وهذا واجب في رمضان، ومن لم يمسك على المفطرات فسد صومه. لكن بعض الناس يتساهل في الإفطار في رمضان. واعلموا أن الإفطار في رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، وشنيعة من الشنائع المهلكات، ومصيبة من المصائب المرديات، والتي في النار مسقطات، نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا رب العالمين. علق البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أفطر يوما من رمضان لم يجزئ صيام الدهر ولو صامه. بيان لعظيم خطورة فطره. فاتقوا الله أيها المؤمنون، اتقوا الله، لا سيما بعض الشباب والشابات يتساهلون في الإفطار في الشهر، وكأن الله لا يراهم، وكأن الموت لا يهجم بغته، وكأنه ليس هناك بعث ولا نشور. ألا تعتبرون كم مات من أقاربكم، كم مات من أصحابكم، كم مات من جيرانكم، كم مات من زملائكم، كم عدد كبير، بل أكثر الذين ماتوا لم يبلغوا سن الشيخوخة. ذكر هذا الخطيب البغدادي نقل عن بعض الحكماء في كتاب اقتضاء العلم العمل. والواقع خير شاهد. قلب بصرك في أهل الحي وفي أقاربك تجد أن الشباب والصغار أكثر عددا من الكبار. أين الشباب والصغار الذين كان قبل ماتوا؟ فقد تموت. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله الفوز. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فاتقوا الله وتذكروا الموت وبغتته، تذكروا الموت وحرارته، تذكروا القبر وظلمته، وتذكروا البعث والنشور وشدة الحساب. نسأل الله أن يعاملنا برحمته أرحم الراحمين. الخطأ الرابع: كثير من الناس يمسك مع المفطرات، هذا خير، لكنه يقصر في معصية الله. فإن أهل الباطل من شياطين الإنس والجن يجتهدون في رمضان في المسلسلات والأفلام وغير ذلك من الملهيات. فماذا أعددتم إعدادا للعدة واهتبالا للفرصة في عبادة الله في هذا الشهر؟ نمسك عن مفطرات كأكل وشرب وغيره وأكثر، وهي مباحة في غير رمضان، وحرمت في رمضان للصائمين في رمضان. فكيف بمحرمات في رمضان وغير رمضان كالنظر للحرام وسماع الحرام كالموسيقى وغير ذلك من محرمات، ومتابعة مسلسلات وما فيها من تبرج النساء وإلى غير ذلك من الكلام الكثير والكثير للغاية. فاتقوا الله. ففي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والعين تزني وزناها النظر. فاتقوا الله من زنا العين، والإذن تزني وزناها السماع. فاتقوا الله عما حرم الله، فإن الأمر خطير للغاية. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لماذا جمع بينهما؟ لأن البصر أسرع منفذ إلى القلب، فهو سبب لمعصية الله في معصية الفروج، كما بين هذا الإمام ابن القيم في كتابه إغاثة الأفعال. قال: والنظرة الحرام سهم من سهام إبليس، وهي أسرع طريق إلى القلب وإلى إفساده. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأن يتوب علينا وأرحم الراحمين. فكما صمت في رمضان عن المفطرات فصم عما حرم الله، واتق الله واعلم أن الأمر جد وليس بالهزل. الخطأ الخامس: ما أكثر الذين يصومون لكنهم ينامون عن صلاة الفجر. تراهم يتعشون لأن وراءهم دوام، لأن وراءهم أعمال ووظائف، ثم ينامون الساعة 12 أو 1 أو 2، ثم لا يقومون إلا إلى الوظائف، وقد ضيعوا صلاة الفجر في وقتها، وهذا كبير من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قيل لسعد بن وقاص، ورواه ابن جرير بأسانيد عن ابن مسعود أنه قيل له: أكانوا كفارا؟ قيل لهم: أكانوا كفارا؟ قال: لا،
لو تركوها لكفروا، ولكن كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. وثبت عند ابن جرير بن مسعود أنه قال: الغي واد في جهنم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. بل ذهب جمع من أهل العلم إلى أن التعمد في تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج وقتها أن هذا كفر، وكان يذهب إلى هذا شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أتدري ما معنى كفر؟ أن يكون كأبي جهل وأبي لهب. إذا دعا المسلمون اللهم ارحمنا فيمن، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، لا يدخل في ذلك. وإذا قدموا وليه ليصلوا عليه بعد الموت فهو غاش للمسلمين، ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، وبقاء مع زوجته بقاء غير شرعي وأولاده غير شرعيين. فالأمر خطير للغاية. ليس الأمر سهلا أيها المسلمون، إنه الدين، إنه الإسلام. نسأل الله أن يعاملنا برحمته. فاتقوا الله في صلاتكم، فإياكم التساهل في أمر الصلاة، فإن أمر الصلاة خطير. والخطأ السادس: وقت المغرب قصير، وبعض النساء لا سيما النساء تنشغل بالإفطار وإعداد الإفطار إلى غير ذلك، ثم بعد الصلاة تجتهد وقت المغرب وهي أجورة إن شاء الله تعالى، ثم أن تضع لهم الإفطار بعد صلاة المغرب ويفطرون ويتعشون إلا وقد قارب خروج وقت العشاء. وقت العشاء في السعودية مؤخر، يعني أن وقت المغرب يدخل قبل، وأحيانا يدخل قبل ما يقارب من ثلث ساعة. فلتحذر المرأة من التساهل في مثل هذا، فإن تساهل المرأة خطير عليها في دينها. فلتحرص النساء وكل من يتساهل في صلاة المغرب. الخطأ السابع: شاع في بعض البلدان الإسلامية أن أقل صلاة يجتمع لها المسلمون هي صلاة المغرب في رمضان، لأنهم مشغولون بالأكل. زارنا أحد الناس في السعودية من دولة ما، فلما رأى كثرة المصلين في المغرب استغرب، قال: عندنا في المغرب لا تكاد تجد أحد في المسجد، لأنهم مشغولون بالأكل. قال: هذه ظاهرة. وسألت عن دولة أخرى قالوا الأمر كذلك. يا أخواني اتقوا الله، لا تقدموا الأكل على الصلاة. الحمد لله الناس بخير، بإمكانك أن تفطر، يتأخر الإمام في الإقامة وتأكل ما شاء الله، أو أن تفطر وأن يبكر الإمام في الإقامة كالعادة ثم تذهب وترجع تصلي ثم ترجع تأكل. لكن كل يوم تدعون صلاة المغرب، هذا من الخطأ العظيم، نسأل الله أن يعاملنا برحمته. الخطأ الثامن عندنا في السعودية: يكثر المصلون في صلاة المغرب. والله إن الأيام الأول من رمضان تعجب من كثرة المصلين في صلاة المغرب. أين هؤلاء؟ أنزلوا من السماء أم خرجوا من الأرض؟ أين هؤلاء قبل بيوم في بقية الصلوات، لا سيما في صلاة الفجر؟ ما معنى في صلاة رمضان في صلاة المغرب، صلاة المغرب في أول أيام رمضان يتعمد الإمام ويتقدم في الصلاة حتى يتسع المسجد لأن المصلين كثروا؟ أين هؤلاء المصلون قبل؟ أليس رب رمضان رب شعبان؟ أليس رب رمضان رب شوال؟ فلماذا التساهل أيها المؤمنون أيها المسلمون؟ إن الأمر خطير للغاية. الخطأ التاسع: كثير من الناس يكون ذا حماسة في أول الشهر، ترى إقبالا على القرآن، إقبالا على صلاة التراويح، ما إن تذهب الأيام إلا ويقلون، ما إن ينتصف رمضان إلا وقد رجعت الأيام كما كانت قبل رمضان، إلا ورجع المصلون كما كانوا قبل رمضان. ثم إذا جاء العشر نشطوا. إن مما يعين على الاستمرار في قراءة القرآن تجعل لك كل يوم جزءا من القرآن، وردا من القرآن، تأخذ نفسك عادة تقرأ كل يوم جزءا أو جزئين أو 3 أجزاء. إذا أخذت على نفسك عهدا تقرأ كل يوم هذه الأجزاء ستستمر، لا تكون ذا حماسة في أول الشهر ثم تضعف بعده. إذا قلت أنا خلاص أقرأ كل يوم 5 أجزاء 4 أجزاء جزءا جزئين وتحاول تتغانم أول الوقت، ستستمر وتزيد مع الأيام. أما لا تجعل الأمر على حسب الفراغ والنشاط، ستكون نشيطا في أول الشهر ثم تضعف رويدا ثم تهجر القرآن. فحاولوا يا مبتغي الجنان، حاولوا يا من تريدون الفرار من النار، أن تجعل لكم وردا كل يوم من القرآن تجاهدوا أنفسكم عليه. خذ على نفسك عهدا ألا تترك صلاة التراويح مع الإمام،
ثبت عند الأربعة من حديث جبير بن نفير عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الله أكبر. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اجتهد. صلاة التراويح أحيانا نصف ساعة في أكثر المساجد، تزيد قليلا، فاجتهد على إدراك صلاة التراويح، على صلاتها، صلاة القيام، وهي 30 يوما، ثم تودعه كما ودعنا رمضانات الماضية. فيا لله إذا انتهى رمضان كيف حالنا؟ هل سنفرط كما فرطنا في رمضانات أخيرة؟ وهل سندرك رمضان أو لا ندركه؟ ثم إذا أدركناه هل سنستمر ندرك آخره أو لا ندركه؟ قد نموت، وقد يكون هذا الرمضان الآت آخر رمضان في حياتنا. فلنهتبل الفرصة يا إخواني، فلنهتبل الفرصة. اجتهد على أن تجعل لك وردا كل يوم من القرآن، واعلم أنه في الأزمان الفاضلة واعلم أنه في الأزمان الفاضلة يغلب كثرة القراءة على تدبر القرآن فأكثر من قراءته. وإذا مرت بك آيات تريد أن تفهمها سجلها، ثم إذا انتهيت من قراءة وردك ارجع لتفسيرها. ومن أسهل التفاسير تفسير العلامة ابن حبيب السعدي رحمه الله تعالى، وقد تيسر الآن مكتبات إلكترونية. فاجتهد على القراءة، اجتهد على الصدقة ولو قليلا، اجتهد على القيام حتى ينتهي رمضان، اجتهد على حفظ وإتقان الفرائض، فإن التعبد لله بالفرائض الخمس في المساجد أفضل من صلاة التراويح، مع أهمية صلاة التراويح. روى البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب لي ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاجتهد، واجتهد على سور الرواتب، هي أفضل من قيام الليل عند علماء المذاهب الأربع إلا بإسحاق المروزي. تصور السنن الرواتب هذه ركعتان قبل الفجر، وإذا فاتتك صلى بعد الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وإذا فاتتك التي قبل الظهر صلى بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. هذه أفضل من قيام الليل، ما عدا الخلاف في الوتر. فاجتهدوا يا إخوان على الرواتب، لا تتركها حتى تموت، واجعل رمضان مدرسة تستفيدوا منها. الخطأ العاشر والأخير انتشار ما يسمى بالقرقعان، وهو الاجتهاد، وهو توزيع الهدايا وغير ذلك على الصبيان في منتصف رمضان، ومنهم من يفعل ذلك في منتصف شعبان مخالفة للرافضة. أصل هذا الفعل مأخوذ من الرافضة، ونحن مأمورون بمخالفتهم. نحن مأمورون بمخالفة من يكفر أبي بكر وعمر وعثمان. نحن مأمورون بمخالفة من يتهم أمنا أم المؤمنين عائشة بالزنا. ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. هذه أصلها مأخوذة منهم، وهو عيد يتكرر في منتصف رمضان أو منتصف شعبان، فهو عيد، والأعياد محرمة في الشريعة. وكون هذه الأفعال شائعة في المجتمع ليست عذرا. العادات والتقاليد محكوم بشرع الله، لا أن شرع الله يترك لأجل العادات والتقاليد. قال الله عن أهل النار: ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتيهم ضعفين من العذاب. فهؤلاء هذه أهل النار. فالعادات والتقاليد ليست عذرا، ويجب أن يتحاكم في العادات والتقاليد إلى شرع الله. ومن ذلك أن بعض الناس في أوائل رمضان يجعلون زخاريف نواميس، يجعلون زخاريف وفوانيس خاصة بشهر رمضان. لا يصح أن يكون رمضان سببا لزخاريف معينة وغير. لذلك أفتى علماءنا كالعلامة صالح الفوزان وغيره بحرمة مثل هذا. فاتقوا الله واجعلوا رمضان شهر طاعة وعبادة، لا زخرفة قريقعان ولا غير ذلك. أسأل الله الذي لا إله هو بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم ولوالدينا أجمعين، إنه أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا، واجمعنا ووالدينا وأحبابنا في الفردوس الأعلى، والله الموفق.